كان في معلومه كنت عايز اقول لكم عليها. انتوا عارفين البيض غالي ليه في الاسواق؟ يعني اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات، مش هقول لكم. كلهم عايزين يعرفوا صح؟ هقول لكم. انا عملت دراسات وابحاث الفتره اللي فاتت كتيره جدا، اكتشفت ان الفرخه مش ملزمه ان هي تبيض، عشان كده البيض غلى. السلام عليكم ورحمه الله، معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي، ادعي لي دعوه حلوه من قلبك. انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. الصراحه احنا النهارده بره المحتوى بتاعنا شويه. شفت فيديو كده هيجنني وعندي فضول اعرف الطعم اللي هيطلع ده ايه. الصراحه لو الفيديو ده عجبني الفتره الجايه هنعمل تجارب كتير، ولو عجبكم نوع الفيديوهات ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان استمر فيه. والله انا لابس ورايح عندي مناسبه، بس قلت لا لازم اعمل الفيديو الاول. الفيديو اللي هيظهر قدامكم ده هنا انا مش عارف ده واحد ولا واحده، بس طبعا الاختراع ده شكله كده طالع لنا من الصين الحبيبه. هنا جاب الموز وقعد كده ايه يفرمه، وبعدين جاب بيضتين حطهم على الموز، وبعدين حطهم في الصينيه على النار او في الطاسه، وبصوا زي ما طلع كده قام جاي مقطعه كده مثلثات، وبيقول لك ان الطعم طلع جامد جدا. وعايز اقول لكم ان الفيديو ده جايب 2 مليون لايك. طبعا 2 مليون واحد متجمعين عن الحاجه دي حلوه، فاحنا لازم نجربها طبعا. المهم احنا كان عندنا موز، جبنا صباعين موز، وعايز اقول لكم الموز غالي والله اليومين دول. بكام الموز يا ام مالك؟ معرفش. الصبع؟ مش انت اللي جايب؟ والله بكام؟ 17 جنيه ونص والله. يعني احنا مضحيين بصباعين موز عشان خاطر التجربه اللي انا حاسس ان هي هتطلع مش قد كده. وبعدين انا هم جايين فارمين الموز كده. والله انا حاسس ان الموز ده احلى ان احنا ناكله. يعني ربنا يسامحنا بقى لو الطعم طلع مش حلو، عندنا ناس تاكله برضه. افرم يا معلم، افرم 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 افرم. بحس ان احنا بنعمل اكل اطفال. بعد كده بقى هنجيب البيض، تمام، وهنعمل كده وربنا يستر التجربه دي تنجح. ادي تاني بيضه. انا مش قادر يا جدعان، انا هموت والله. طب بقول لكم ايه بقى، عشان نعمل تجارب كتير كده، من فضلك لو سمحت لو انت اول مره تتفرج عليا انزل اعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو حط لايك. وانا حابب اشكر الناس اللي بتحط لي لايكات وبتكتب لي كومنتات. عايز اقول لكم الفيديوهات بتاعتي بدات تنتشر بصوره غريبه، يعني انا مش متخيل. عشان كده انا عندي حماس ان انا اعمل. معلش هطول عليكم. يلا تعال نكمل الفيديو بعدين نلوك شويه. مش كفايه اللك اللي لكناه في الفيديو اللي فات؟ لكنا قد ايه؟ قعدنا نلوك ايه؟ 6 دقايق بنلوك في الفيديو، والفيديو كله اصلا يعني 9 دقايق، يعني 3 دقايق بنجرب و6 دقايق بلوك. وبس كده هنجيب الطاسه بتاعتنا. هم الصراحه يعني انا ما شفتهمش حطوا زيت، بس احنا ايه هنحط نقطه زيت بسيطه قوي يعني، تمام. وبصوا ده الخليط، مش عايز اقول لكم ريحته عامله ازاي، استغفر الله العظيم يا رب. ريحته موز. ريحته موز؟ اه. امال انا شامم ريحه فراخ ليه؟ انا مو جايين نازلين بالخليط بتاعنا كده اهو، ونعمل قرص عجه. هو يعتبر احنا بنعمل عجه بالموز. بصوا بقى المنظر كده ايه. يلا بينا بقى ايه نحطها على النار. نحطها على نار هاديه خالص وهنسيبها حوالي ايه 5 دقايق. انا مش عارف يا جدعان التجربه دي هتنفع ولا لا. انا غطيتها كده عشان الوش كمان يستوي. والله يا جدعان اول تجربه لينا الظاهر عليها كده هتنجح الحمد لله بفضل الله. طلعت كده وان شاء الله، يعني انا متفائل بالريحه. تعالوا كده بقى ايه نحاول نقلبها. ايه ده الطاسه سخنه قوي، وانا هقلبها كده ازاي؟ طب خلاص يا جدعان عشان ايه نتفادى الحوادث اللي ممكن تحصل. دي لزقت. اضرب عليها كده من ورا. دي اتحرقت. مش مشكلة. حلوة خلاص جميلة. اتحرقت. دي جميلة والله. هقلبها على الوش التاني. والله العظيم حلوة. اتحرقت. طب والله جميلة. بصوا يا جدعان هي يعني ايه، هو انا مش عارف ايه اللي حصل، بس يعني ان شاء الله تطلع كويسه. يعني ان شاء الله هتبقى كويسه. بصوا انا ممكن اضحك عليكم ونقلبها الناحيه التانيه. الله جميله. بصوا كده بقى طالعه زي الفل ما فيهاش حاجه. وبعدين بقى ايه المفروض ان احنا هنقسمها. مش عارف هنقسمها ازاي. تعرف. ايوه كده سهله والله، ده انا كنت مستصعب الموضوع. ما انت عارف اهو. ثواني.
صحيح كان في معلومه كنت عايز اقول لكم عليها. انتوا عارفين البيض غالي ليه في الاسواق؟ يعني اللي يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات، مش هقول لكم. كلهم عايزين يعرفوا صح؟ هقول لكم. انا عملت دراسات وابحاث الفتره اللي فاتت كتيره جدا، اكتشفت ان الفرخه مش ملزمه ان هي تبيض، عشان كده البيض غلى. رساله موجهه. اوه كأننا عاملين بيتزا. اكنها بيتزا فعلا. بص شكلها كده عامل ازاي. والله يا جدعان احنا بنعمل حاجات حلوه. تدوق، خد دوق، خد دوق. لا امسك في ايدك ودوق. الصراحه انا هجرب في مالك دقها ومالك وعجبتهم، فانا هدوق. يلا ندوق، وانتوا عارفين ان اي حاجه هنا لازم تعدي عليا، فيلا ندوق ونقول بسم الله. انتوا عارفين اقرب طعم ليها ايه؟ طعمها جبنه موتزاريلا. محدش يجرب العك بتاع الاجانب ده، ولا حد يجرب العك اللي انا بعمله. صورة صباعين الموز اللي اتحطوا فيها. بس اهو يلا ادينا جربنا، ما خليناش في نفسنا حاجه. لو عجبك الفيديو بقى حط لايك على الفيديو، واي فيديو بقى انا هحط لكم دلوقتي هيظهر هنا الرابط بتاع الصفحه بتاعت الفيس بتاعتي. اي فيديو يظهر لكم منشن على طول. انا اعتبروني ان انا حقل التجارب بتاعكم. اي حاجه عايزين تجربوها جربوها فيا، بس بلاش الحاجات الغاليه. ها يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.